الخير، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست سؤال على الهوا. البودكاست النهاردة بيبتدي سيزون جديد، أتمنى تكون الأسئلة فيه أظرف وأقرب للقلب وأجرأ كمان. برحب طبعا بين كل المستمعين اللي متابعيننا من قبل كده، وبرحب بالناس اللي بتسمعنا أول مرة، وأتمنى البودكاست يعجبكم النهاردة. سؤال الحلقة كان: إيه هي الحاجة اللي بتتكسف تقولها رغم إنها حقيقة؟ أنا ما تعمدتش أبدا إن السؤال ده يكون محرج. أنا مش عايزاك تطلع تسأل أو تقول للناس إجابات لها علاقة بحياتك الشخصية أو تحرجك إنك تقولها، ولكن في حاجات بسيطة كتير قوي إحنا حقيقي بنتكسف نقولها، وساعات الحاجات دي بتبقى عميقة، وساعات بتبقى ممكن جدا إن أنت تقولها بس أنت مكبر الموضوع شوية. في مستمعة قالت: أنا بتكسف جدا أقول إن أنا محققتش نجاح في الكارير بتاعي. السبب الأساسي إنه الكارير بتاعها هي دكتورة، مرتبط قوي بتاريخ عائلي من الأطباء الناجحين. في نظرها هي محققتش زي الجيل قبليها حققوا، بس هل الجيل اللي قبلها كان بيواجه نفس التحديات؟ هل الجيل اللي قبلنا أصلا كان بيفكر في نفسه مقارنة باللي قبله؟ أعتقد كل جيل بيقارن نفسه بجيل اللي قبله، بس لازم نحط الموضوع زي ما بيقولوا في كونتكست. يعني مثلا مهنة زي مهنة الأطباء كمان كام سنة، يمكن كمان عقد من الزمان، مش هتبقى هي في تخصصات كتيرة جدا يمكن يتغلب عليها الذكاء الاصطناعي بالكامل. فالجيل اللي موجود دلوقتي مطلوب منه انه يبقى اكثر اطلاعا واكثر يعني معرفة للتكنولوجي عن الجيل اللي قبله. الموضوع ما بقاش سماعة وكتب هقراها وتاريخ مرضي وبس، بقى المطلوب منك ان انت تعرف ازاي تشوف التقدم التكنولوجي هيتصرف ازاي، تعرف الذكاء الاصطناعي هيوصلك لغاية فين، تفهم ازاي تطور نفسك بشكل تلاقي نفسك متقدم خطوتين على الأقل عن أي تطور تكنولوجي بيحصل في العالم. لما سمعتها بتقول كده استغربت كمان إنه بالذات الستات عندها قسوة في النظر لتاريخها المهني، لأنه الست في الآخر مطالبة بحاجات كتير قوي بعيدة عن الكارير. الرجالة يمكن محظوظين شوية إنه الراجل اللي بيكون ناجح في حياته المهنية بينظر ليه بشكل عام على إنه ناجح، حتى لو هو حياته الاجتماعية مش ناجحة قوي. على العكس الستات مطالبة إنها تنجح في حياتها الاجتماعية وحياتها الأسرية بنسبة 100%، وبيحصل عليها حكم كبير جدا بالفشل لو إن جزء من حياتها الأسرية، جزء صغير، ما كانش ناجح. يعني ممكن تكون مربية كل ده كويس جدا لكن ما حصلش انسجام بينها وبين شريك حياتها واتطلقت. الطلاق ده حكم بالفشل عليها كست وكربة أسرة، وكمان بينعكس على حياتها المهنية. ودايما بتتشاف الست اللي معرفتش تكمل حياتها الأسرية بأن ما عندهاش صبر أو أنانية أو فكرت أكتر في نفسها وما فكرتش في أولادها. على العكس الراجل الناجح بيتبصله على إنه ناجح وبس، حياته الشخصية مش محط أنظار المجتمع. فأنا حبيت أقول لها إنه نجاحها في الموازنة ما بين حياتها الشخصية والكارير بتاعها ده في حد ذاته إعجاز كتير قوي من الرجالة ما بيقدروش يعملوه. في واحدة تانية قالت: بتكسف إني أقول لحد سني فوق 40. الستات بتعتبر موضوع السن ده تابو وحاجة كلاسيك كده إنك ما تسألش ست عن سنها. هقول لكم تجربة شخصية لطيفة قوي. أنا اكتشفت إن في ناس بتسأل عن السن as a compliment، يعني تحب تجاملك، يعني تكون في مكان مثلا في صالون ولا في حفلة، واللي بيسألك ده مش بيسألك علشان خاطر يقولك مثلا أو علشان خاطر زي ما أنت متخيل إنه هيحكم عليك إن أنت الله شكلك عجزت قوي. هو بيسألك actually عشان يجاملك. يعني بتقولي لها مثلا أنا عندي 45، ف بتقول الله ايه ده شكلك مش باين خالص. عارفين مين الناس اللي شكلهم ما يبانش خالص؟ الناس اللي بتضحك على طول، الناس اللي مبتسمة بشكل يعني مستمر. صحيح علميا بيقولك الابتسامة بتاخد عضلات كتيرة وبالتالي اللي بيبتسم وبيضحك على طول وشه بيعجز، بس انا بلاقي انه اي حد بقابله بيضحك وضحوك وبيضحك من قلبه
انا بحس على طول او باسيوم ان سنه صغير. حاجة كمان طبعا ما نقدرش ننكر الجيناتكس، يعني مثلا كانت شارون ستون بتتكلم على قد كده هي محافظة على جمالها، فبيسألوها انت عملتي عمليات كتيرة، انت بتستخدمي يعني حاجات للبشرة وكده. انا فاكرة ان ده كان في كونفرنس، فهي طلبت من مامتها انها تقف وقالت لهم بصوا دي مامتي she is 65 so eat yourself alive. يعني العرق ده زي ما بيقولوا، الأم حلوة وشكلها جيناتكس بتاعتها ما بتخليهاش تكبر، وبالتالي ورثت ده لبنتها بلا فضل ولا عمل خاص هي عملته، يعني عشان تتنبه للموضوع ده. بما ان انا قلت كده، احب اقول انها مش سؤال لطيف ابدا، ومش حاجة تتكسفي تقوليها او مش حاجة تتكسف تقولها، لكن بالنسبة للرجالة كمان في ايجيزم فظيع في الشغل. يعني الراجل اللي عدى ال40 وبيشتغل ميدل مانجمنت بينظر ليه في اوقات كتير قوي انه ديسبنسبل. حتى الشركات لما بتيجي ترفض وتمشي ناس بتمشي الإدارة الكبيرة، ما بتمشيش الصغيرين، لأن الإدارة الكبيرة بتاخد راتب كبير وما بتقدرش تشيل شغل دونكي ورك، يعني ما بتقدرش تشيله زي الصغير. فأنا متفهمة جدا إنه أنت تتكسف تقول سنك لما بتكون مثلا في وسط العمل بالذات، لأنه الناس بقت تواجه تحيز ضد السن كبير قوي. وانا شخصيا شفته في حالات كتيرة، وشفت انه بقى واضح للدرجة انه بقى مؤذي جدا. لو مش قادر تقول سنك ممكن ترد بس ببساطة وتسأل اللي قدامك انت مهتم ليه تعرف سني. لو احرجته مرة غيره هيعرف ان ده سؤال محرج ومش هيسأله لك تاني. في حد رد قال لي ان انا بتكسف اقول ان انا عيان او تعبان. الحكم على الناس بالضعف لمجرد الشكوى شيء حقيقي، يعني معيب جدا. يعني لما تكون انت بتقول ان انت تعبان او عيان، فاللي قدامك على طول يرد يقولك احمد ربنا انت احسن من غيرك. يعني رد بيوجع وملوش سبب، وانت ما افدتوش بحاجة. الوجع وجع والألم ألم، وممكن اكون انا او انت الألم بتاعنا احنا حاسينه كتير جدا. حتى علميا في حاجة اسمها pain threshold، في ناس بتتألم من الإبرة، وفي ناس لو خدتها قلمين ما بتتألمش، ده حقيقي. الألم ريلاتيف، الألم نسبي. فلما تكون حد بيقولك أنا بتألم، ما تقولوش أولا احمد ربنا لأنه يستاهل الحمد، هو أكيد بيحمد ربنا. لكن مقارنة ألمه بألمك أو ألم حد تعرفه حصل له لا سمح الله شيء مؤلم جدا، أو ألم حد أنت شفته قدامك بيتألم، أولا بيقلل من قيمة الألم ده وبيديله انطباع إنه مش مهم. في ناس قالت لي إنها بتتكسف تقول إنها مش فاضية. يعني لما حد يبتدي مثلا يحكي لك عن مشكلة أو حاجة شغلاه، أو يطلب منك إنك تفضي نفسك عشان تعمل حاجة معاه، مثلا ممكن تنزل معايا أدور على فستان، ممكن تنزل معايا أودي ابني الدرس، ممكن تنزل معايا مثلا نتكلم شوية. إحنا في مجتمع بقى بيقدس الانشغال الدائم. الشخص اللي مشغول على طول بيبقى بوزنج كده ان هو هاي بروفايل، تليك بتحترمه قوي، يعني ده شخص ده مشغول قوي. عارفين الشخص ده على اللونج تيرم لما يبقى مش مشغول هيلاقي نفسه وحيد جدا. في وقت من الاوقات هتتقاعد، هتبقى مش مشغول، هتلاقي محدش بيلجأ لك خالص لان انت دايما مش فاضي. على الناحية التانية في وضع حدود للوقت مش عيب، ده شيء صحي جدا. لازم تحمي طاقتك عشان تقدر تبقى أكتر إنتاجية. الوقت اللي انت عملته لنفسك عشان تستريح مش مسموح لحد انه يقتحم عشان هو يستريح. انا عارفة ان هو خط رفيع قوي ما بين انك تقول انك مش فاضي وبين ان انت تقول انا مش فاضلكوا بقى، خط رفيع قوي. بس انت تقدر تقول انا مش فاضي بطريقة ما تأذيش احساس اللي قدامك. يعني تقول انا مش فاضي دلوقتي بس ممكن افضي لك نفسي وتحط وقت انت تكون مستريح فيه. او تقول انا حقيقي mentally exhausted، انا دماغي فيها حاجات كتير قوي، حاسس اني مش هبقى مفيد لو قعدت اسمعك. اللي يزعل يزعل، في الاخر دي طاقة ومخزون معين لو خدت منه هيخلص. حد قال لي
أنا بتكسف أتكلم عن نفسي. دي مشكلة كبيرة قوي. الأمريكان هم اللي بدعوا علم السيلف بروموشن والسيلف براندنج، وأظن واضح قوي في كل شركات السوشيال ميديا باستثناء تيك توك. هي في الحقيقة عبارة عن أنا بتكلم عن نفسي وأنا ببص على الناس التانيين اللي بيتكلموا عن نفسهم. سيلف ايدولايزنج يعني شكل من أشكال إن أنت تبقى بتقدس الصورة الذهنية بتاعتك عند الناس. بس ده طبعا بيعمل ضغط جامد جدا، لأن أنت عايز الصورة دي دايما تبقى كويسة. لما تكون بتتكلم عن نفسك كمان وبتظهر الحاجات الكويسة، أنت عرضة إن الناس تقول عليك مغرور. السيلف ديسكلوجر ده ممكن بيكون في الحقيقة بيساعد على بناء علاقات أقوى، جسور بينك وبين الثقة من حواليك. يعني لو اتكلمت عن نفسك بصراحة في الحاجات الإيجابية والحاجات السلبية، الميكسشر اللي انت بتعمله ده مفيد جدا لنفسك، مفيد في السيلف براندنج. لو انت هتعمل لنفسك سيلف براندنج، لأن الناس بتحس ان انت حقيقي بني آدم، يعني عندك حاجات حلوة وعندك حاجات كويسة. بتتكلم بتقول أنا عصبي، بتتكلم بتقول أنا مسرف، وفي نفس الوقت بتتكلم بتقول أنا بعرف أعمل تايم مانجمنت كويس. يعني لو تقدر تعمل موازنة ما بين انت تتكلم عن نفسك وما تتكلمش غير عن نفسك، تبقى نجحت وما يبقاش السؤال ده محرج. في حاجة كل الناس بتكسف قوي انها تقولها، انها تطلب من الناس ما يتدخلوش في شؤونها. يعني ما حدش يسألني انا بقبض كام، بصرف ازاي، معايا كام، بالذات في مسائل الفلوس. احنا محتاجين نعرف ان في حاجة اسمها البيرسونال باوندريز حتى لأقرب الناس. محتاج قوي ان انا اخد بالي ان مش كل الناس فاين انها تعمل شيرنج للمعلومات الخاصة جدا دي. بس برضو المجتمع بتاعنا بيخاف من الحسد بطريقة اوفر قوي. يعني المعلومات اللي انت بتحطها على الفيسبوك عادي، لما حد بيسألك عليها بتبقى مكسوف قوي وحاسس انه لازم ما يتدخلش في شؤونك. ما انت حطيت شؤونك كلها على السوشيال ميديا. يعني انا لما اعرف من السوشيال ميديا ان انت مسافر وبتتفسح واجي اسألك، فانت تتضايق ان انا سألتك عن امورك الشخصية. خلاص اقفل السوشيال ميديا، ما تخليش بقى في حاجة بيرسونال تبقى موجودة على السوشيال ميديا. وفي الحالة دي محدش هيعرف عنك حاجة، وغالبا الناس هتبقى عارفة انك انسان كتوم ومش هتحب تسألك في اموره الشخصية، وتكون يعني بمعنى تاني كنت ناسيا منسيا. انت عايز كده، اوكي، يبقى ممكن من حقك انك تقول للناس ما يتدخلوش في شؤونك. شؤونك الخاصة جدا بالذات تدخل الناس فيها ممكن يؤدي الى ان انت تبقى شخص عدواني. ركز قوي انك ما تبقاش عدواني، لان مش كل حد بيسألك سؤال شخصي قصده انه يحسدك او ينق عليك. ساعات كده في ناس بتبقى عندها شوية أريحية وعشم بزيادة فبتسأل. يا رب الناس تفهم ان مش كل حاجة تتسأل، وان مش كل حاجة المفروض اجاوب عليها. في حد قال لي انا بتكسف احط الناس في حجمها الحقيقي. يعني في ناس بتتكلم وانت بتبقى عارف انه اللي هي بتقوله ده نصه كذب في كذب، طق حنك يعني بيقولوا كلام انت عارف انه ملوش اي علاقة بالحقيقة. يتكلم بقى عن مهاراته، سفراته، قوة شخصيته. ان هو الجملة اللي بسمعها كتير قوي، انا عمري ما بكذب، انا صادق، والله انا صادق، صدقني انا بقول الحقيقة. طالما بدأت في اي حاجة تقول صدقني وتقول والله العظيم والله العظيم، انا غالبا مش هصدقك. في فرق ان احنا نكون عايزين الناس تاخد عندنا نظرة معينة، وان الناس حقيقي تصدقنا وما تحطناش في حجمنا الحقيقي. فانا بقول للناس، الناس دي اللي بتتعرض دايما لاشخاص بيتكلموا بطريقة او بيوصفوا نفسهم بطريقة اكبر من حجمهم الحقيقي، اتكلموا عن علم مش موجود، ادب مش موجود، اخلاق شغل مش موجودة، لا حطوهم في حجمهم الحقيقي. الاسيرتيفنس او الحزم مش دايما معناه الوقاحة. احمي كرامتك من غير ما تهاجم حد. عبر عن نفسك وقول ان انت مش مصدق اللي الانسان بيقوله من غير ما تقوله صريح انك مش مصدق. كفاية تقوله يا راجل، لا يا شيخ. الناس بتفهم وبتخلي عندها دم مع الوقت. اخر حاجة واظرف حاجة بنتي قالتها لي،
قالت لي بتكسف اقول لحد ان ريحته مش حلوه. دي حاجه بتواجهنا ساعات كتير، في ناس عندها بادي اودر طبيعي مش حلو، هم مولودين كده سبحان الله، وفي ناس نوع وطبيعه اكلهم بتخليه ريحتهم مش حلوه قوي. واحده صاحبتي كانت في اليابان كانت بتقول لي حتى في محطات المترو بيحطوا زي وايبس اودر كده، او حاجات مناديل معطره علشان الناس تستخدمها بدل ما تحرج نفسها، يعني تستخدمها في الظروف اللي زي دي. الإنسانية بدمها ودموعها وابتسامتها وعرقها تستحق الاحترام، ولكن المواظبة طبعا على الهيجين والعناية بالنفس أو العناية بالنظافة الشخصية دي من الحاجات اللي كل الأديان بتحض عليها. والكومن سنس، لو اتكسفتوا تقولوا لحد إنه ريحته مش حلوة فده لأنه انتوا بني آدمين عاديين بتحاولوا تراعوا الإنسان وما تكسفوهوش. واللي عارف إن هو ريحته بتأذي الناس لازم يبقى واخد باله قوي من نوع الأكل اللي هياكله على الصبح، ويتعلم إن هو تعامل مع الديودرنس ومعطرات بالذات الناتشرال، لأنها بتقعد أكتر وبتخلي الريحة حلوة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتطيب وبينظف ملابسه، وحتى كان بيحني دقنه وبيكتحل، علشان في أيام العرب أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كانت دي من مميزات الراجل. فاللي يقول لك إن الحاجات دي أوفر، ولا إن البرفيوم أو إن أنت تتعطر ده يعني حاجة فيها تكبر، يعني أنا بشوف out of context الحقيقة. في العصر ده وفي العصور اللي قبل كده كانت الناس دايما بتحرص على نظافتها الشخصية، فما فيش ما يستدعي أبدا إن أنا أبقى شخص منفر عشان أقول للناس إن أنا يعني عندي زهد في الحياة. ابقى ازهد في بيتكم، ما تزهدش معانا، يعني معانا احنا عايزينك تتبرج على الآخر وريحتك تبقى حلوة. أنا بفكركم إن آخر كل حلقة لازم تبصوا على سؤال الحلقة اللي بعدها. السؤال بينزل على صفحتي في فيسبوك، أنا شيرين صلاح، وبينزل على صفحة سؤال على الهوا على الإنستجرام وعلى تيك توك. إجاباتكم هي اللي بتخلينا نعمل حلقة ظريفة، إجاباتكم هي اللي بتخلي الحلقة أصلا ليها معنى. أشوفكم الحلقة الجاية.